لو في ذنب مسيطر عليك مش عارف تبطله، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه هو الحل عشان تبطل الذنب اللي مسيطر عليك ده، فتعالى اقوله لك. لو في ذنب مسيطر عليك كل ما تحاول انك انت تبطله بس برضه بترجع عليه تاني وبجد نفسك انك انت تبطل الذنب اللي مسيطر عليك ده، ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه هو الحل، والحل هو انك انت تصلي. ايوه زي ما سمعت كده، انك انت تصلي وتحافظ وتنتظم في الصلاه. وده اللي على فكره اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في القران في سوره مريم ايه 59: بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. يعني ربنا بيقول لك وبيذكر لك ان كان في الناس دول ابتدوا بقى ان هم يتبعوا الشهوات ويعملوا ذنوب كتيره جدا وكمان ذنوب تسيطر عليهم. ربنا بيقول لك بقى السبب اللي خلاهم يعملوا كده ان هم ابتدوا بقى يكسلوا ان هم يصلي، وكمان ما كانوش اصلا بقى محافظين على الصلاه وضيعوا الصلاه ما بقوش يصلوا. فالحل بقى اللي ربنا بيقوله لك لو انت عاوز تبطل الذنب مسيطر عليك هتعمل 3 حاجات. اول حاجه انك انت تنوي كده من جواك وتاخد القرار انك انت هتبطل الذنب ده ومش هترجع له تاني. على فكره ربنا سبحانه وتعالى لو شاف انك انت بجد من جواك صادق في نيتك انك انت مش عاوز ترجع للذنب ده تاني، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيعينك وهيساعدك انك انت تبطل الذنب ده. تاني حاجه بقى واهم حاجه انك انت لازم تعملها انك انت تصلي وتنتظم في الصلاه وما تكسلش انك انت تصلي وتحافظ على الصلاه. اخر حاجه بقى تعملها انك انت تحاول بجد على قد ما تقدر انك انت تبتدي تصلي السنن اللي كان بيصليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصلوات ال5. هقول لك بكل بساطه جدا ايه هي السنن دي. على فكره هم سهلين قوي قوي. بص يا باشا، انك انت بس بتصلي ركعتين قبل صلاه الفجر بس كده. بعد كده بتيجي في صلاه الظهر بتصلي 4 ركعات قبل صلاه الظهر، بتصليهم ركعتين ركعتين تمام. وبعد ما بتخلص صلاه الظهر بتصلي ركعتين بس. في صلاه العصر ملهاش اي سنه، افرح. صلاه المغرب بعد ما بتخلص صلاه المغرب بتصلي ركعتين بس. اما بقى في صلاه العشاء بعد ما بتخلص صلاه العشاء بتصلي ركعتين وهم دول ركعتين الشفع، وبعد كده بتصلي ركعه واحده وهي ركعه الوتر. وعلى فكره ربنا سبحانه وتعالى بيحب قوي 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 اللي بيصلي ركعه الوتر دي. خد بالك كويس قوي، لو انت عملت بالحل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه ده بالظبط بعد اسبوعين هتلاقيك انك انت ابتديت تبطل الذنب اللي كان مسيطر عليك ده. واخر حاجه زي ما انت عارف انا عموره اللايف كوتش بتاعك.